مفيش حاجة أسوأ من إنك تفتكر إن الانتقام ممكن يريحك. اوعى تفتكر إن اللي ظلمك هيفضل واقف ساكت وشايفك وانت بتنتقم. بالعكس، ده هيرجع يرد وبعنف أكتر، وساعات بيكون أوسخ وأقذر. وساعتها الضربة مش هتبقى جاية في ظهرك، ده هتبقى جاية في وشك على طول. هتشوف وشه الحقيقي، وده بسبب إن هو اتشجع وهيفجر فيك عدائه ومن غير خوف، علشان انت اللي فتحت له الباب. انت اللي اديته الحجة والذريعة انه يعمل فيك كده، وخليت انتقامك سبب لانتقامه الأشد. خليك فاكر، الانتقام بيقوي اللي ظلمك وبينسي الناس مين اللي بدأ ومين اللي اتأذى. التجاهل مش ضعف، التجاهل فن. كبر دماغك بمزاجك مش بخوفك. اللي بيركز في نفسه وبيطورها هو اللي بيكسب، لكن اللي بيغرق في الردود هو ده اللي بيخسر وبيتكسب. الراحة عمرها ما كانت في الانتقام، الراحة انك تكون اكبر من كده. وانا متأكد ان الكلام دخل دماغك وهتفكر وهتنفذه. خليك شجاع ودعمني واعمل لايك وشير. اللي بنوصله ليك دلوقتي هو من واقع الحياة والخبرة. يا ريت تدعمنا عشان المحتوى ده يوصل لغيرك.